السلام عليكم. اليوم جبت لكم تكتوكة المحلات اللي راهي دايرة حالة في المواقع. صدقوني تستحق التجربة. بزاف بزاف بنينة، سهلة، اقتصادية وسريعة وبدون لحوم، وتجي بزاف بزاف بنينة، زاكية وصحية أيضا. يلا بلا ما نطول عليكم، يلا نروح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير مع بعض. يلا بسم الله. في مقلاة ولا في كسرونة حطيت حوالي 4 مغارف زيت، زدت معاهم 2 حبات بصل اللي كنت قطعتهم شرائح كما راكم تلاحظوا بهذا الشكل. حاولوا طيبوا في كسرونة ولا في مقلاة اللي تكون كبيرة شوية واسعة باش تحركوا آلاز، وممكن تزيدوا باقي المكونات تحركوهم أيضا بكل راحة، تساعدكم يعني في الخدمة. زدت معاهم 2 حبات فلفل قطعتهم هكذايا على شكل دوائر. تقدروا ديروا حبة إذا كان الفلفل ديالكم كبير، أنا الفلفل ديالي صغير سي بوصا درت 2 حبات. تقدروا تضيفوا الحار اللي يحب الحار، طبعا الكمية تبقى حسب عدد أفراد العائلة. إذا كانت عائلة كبيرة تضاعفوا الكمية، كما تقدروا تنقصوا. طبعا نقص النار نخليهم يتقلاو مليح يذبالوا. من جهة أخرى كنت جبت حبة كورجات كبيرة شوية كما راكم تلاحظوا. إذا كانت الكورجات ديالكم صغيرة تقدروا تضيفوا 2 حبات. بعد ما غسلتها طبعا راني نقطعها مكعبات صغار. غاليتي إذا كنت أول مرة تزوري قناتي ضربي طلع فيها، شوفي الفيديوهات ديالي، شوفي المحتوى، وإذا عجبك ما عليك غير بالاشتراك فيها مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. تبخلينيش بجام كومنتار شباب كيما نتيا. بلا ما ننسى مشتركاتي الوفيات الغاليات، نقول لكم نورتوني وشرفتوني كالعادة. بعد ما كملت قطعت الحبة تاع الكورجات كيما لاحظتوا معايا، زدت جبت حبة باذنجان اللي قشرتها وغسلتها، زدت قطعتها هي ايضا بنفس الحجم. طبعا الخضرة ديالكم تقعد اختيارية. زدت معاها كمية من الزيت حوالي 2 مغارف، ملح ما تكتروش. زدت معاها حوالي نصف مغرفة صغيرة فلفل اسود، نصف مغرفة صغيرة كمون، ونصف مغرفة صغيرة راس الحانوت، اعشاب عطرية. صدقوني هاد الخضرة ديالكم بهذه الطريقة تجي بزاف بزاف بنينة. نخلط كامل المكونات مع بعض باش تدخلوا كامل هذوك لي زيبيس في الخضرة ديالنا. بطاطا ايضا تقدروا تقطعوها بنفس الحجم، تغلوها نص طياب وتضيفوا لها لي زيبيس اللي ضفناهم سابقا. جيب سنيوة اللي كنت فرشت لها ورق الطاهي ونستف الخضرة ديالي هكذا. اذا ضفتوا بطاطا تقدروا تضيفوا بطاطا، ديروا بجهه الكورجات ديالكم ولا الباذنجان او ميلونج هذوما باسكو يطيبوا في نفس الوقت، هذوما يطيبوا بالخف على عكس البطاطا اللي تطول شويه. ندخلها للفرن، شعلها من التحت ومن الفوق. كي طيب شوفوها معايا. نروح نشوف لاصوص ديالي او البصل مع الفلفل اللي دبالو كيما راكم تلاحظوا. هذا واش كنت حابه. بعد ما دبالو لي جبت حبه طماطيش كبيره اللي كنت ربيتها كيما تقدروا ترحوها ايضا، وضفتها مباشره للتكتوكه ديالي عادي بهذه الطريقه. زدت ضفت لها حوالي نصف مغرفه فلفل مطحون كيما راكم تلاحظوا. تقدروا تزيدوا تضيفوا لها حوالي نصف مغرفه كبيره طماطم مصبره، صراحه انا كانت خلصت لي ما كانش متوفره في الدار. زدت لها كميه من زعتره، حوالي مغرفه صغيره راس الحانوت، ملح ما تكثروش، فلفل اسود، وتقدروا تضيفوا ورق رند. ونخلي التكتوكه ديالي تكمل طيب غير بالماء تاع الخضره ديالي والماء تاع الطماطم. طبعا من جهه اخرى جبت كميه من البطاطا، انا استعملت 3 حبات متوسطه الحجم اللي كنت قشرتها وقطعتها هي ايضا بنفس الحجم تاع الخضره ديالي. كما قلت لكم سابقا تقدروا تضيفوا
تغلوها نص طياب وديروا لها هادوك لي زيبيس كامل وتديروها في الفرن كيما درنا الخضره ديالنا. انا حبيت نقليها، درت لها كميه من الملح وقليتها عادي. هنا بعد ما طابت البطاطا ديالي، التكتوكه ديالي ايضا راهي واجده، نضيف لها البطاطا كيما راكم تلاحظوا. الخضره ديالي ايضا راهي واجده، راهي طيبه. شوفوا كيفاش تجي طيبه زبده. صدقوني تقدروا تاكلوها هكذا، تقدروا ديروها شلاضه بلا فينيغرات ولا بزيت الزيتون. صدقوني تجي بزاف بنينه بهذه الطريقه، واحد الرائحه، هذوك الاعشاب العطريه يعطوها واحد البنه سبيسيال. نزيد نضيفها الخضره ديالي لباقي المكونات، لهذاك البصل مع الفلفل والفريت بهذه الطريقه. نكمل نضيفها كامل. يلا كامل نصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد ما ضفت كامل الخضرة ديالي كما راكم تلاحظوا، نسيت باش نقول لكم في السابق، الخضرات تقعد اختياريه. تقدروا تستغناو على الباذنجان، ديروا غير الكورجات، كما تقدروا تستغناو على الكورجات وديروا غير الباذنجان. هذا الشيء اختياري على حساب الموجود اللي عندكم في الدار. جبت 3 حبات بيض اللي نحيت منهم الصفار، درت غير البياض بجهه، درت له ملح فلفل اسود ومعدنوس وضفته مباشره للتكتوكه ديالي. من بعد نخلط كامل المكونات مع بعض باش يدخل هذاك البيض وينمزجوا باقي المكونات بهذه الطريقه. عادي لازم تخلطوهم مليح. عندي بزاف من هاد الوصفات السهلة والسريعة والاقتصادية اللي يولموا في الصيف، خصوصا السريعة واللي ما يحبوش يوقفوا بزاف في الكوزينة. راح تلقاو بزاف منهم في قناتي، راح نزيد نحط منهم بإذن الله. وإذا حبيتي تشوفي أي وصفة معايا خليلي في لي كومونتير وأنا راح نلبي الرغبة ديالك طبعا. من بعد تجيبوا بلا ولا سنيوة اللي تدخل للفرن وحطوا الشكشوكة ديالكم عادي مباشرة بلا ما تدهنوا السنيوة ديالكم ولا المول ديالكم. نفرغوه كامل ونسويلو الوجه ديالو بهذه الطريقة. كيما راكم تلاحظوا في هذه المرحلة لكم الاختيار، تقدروا تضيفوا فرماج رابي على الوجه مباشرة، تقدروا ديروا كيما درت انا اللي نحيت البياض وحده والصفار وحده، اللي راح نضيف الصفار في هذه المرحله. كما تقدروا ديروا البيض ديالكم كامل في الاول كيما خلطوه مع التكتوكه عادي، وديروا غير الفرماج رابي على الوجه. انا كيما لاحظتوا درت البياض في الوسط والصفار ديالو خليته باش نشبح به من الفوق باش تجي الكغاته ديالي حميمه، تجي شابه الله الله الوجه ديالها. حطيت الصفار ديالي بهذه الطريقه وبديت نفتح فيه ونمشيه شويه هكذايا باش يعطي شكل الشباب. زدت جبت فرماج رابي بعد ما سويت له كامل الوجه كما راكم تلاحظوا. نزيد نرابيلو فرماج رابي هكذايا بهذه الطريقه. طبعا كما قلت لكم سابقا اختياري، تقدروا تستغنوا على فرماج رابي نهائيا وتضيفوا غير البيض، كما تقدروا تستغنوا على البيض ديروه غير لداخل وديروا غير فرماج رابي على الوجه. هذا يقعد اختياري لكم. ندخلها للفرن يقيس ما يطيب البيض ديالي ويذوب الفرماج، ناخذ تحميره خفيفه من الفوق راكم تشوفوا فيها معايا. صدقوني جا الشكل ديالها بزاف شباب، جات حميمه. انا زينتها غير بشويه معدنوس كما راكم تلاحظوا، ما كانتش الاضاءه كافيه باش تبين الشكل ديالها تاع الصح. كانت الكوزينه مظلامه شويه سي بوصا ما بانتش مليح. نروح نقسم معاكم باش تشوفوا التكتوكه ديالنا او الكغاته ديالنا كيفاش جات. شوفوا صدقوني تجي بزاف بزاف بنينه زكيه وبدون لحوم، غير بحبيبات خضره وانتي وجدتي وصفه عشاء ولا غداء
وصفة سهلة وسريعة وبسيطة واقتصادية بدون لحوم، وتجي بزاف بزاف بنينات، وكلي الخضرة لولادك، صحية أيضًا. هذه هي الوصفة اللي كانت نهار اليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم، إن شاء الله كنت خفيفة عليكم، وهنا ما بقى لي غير نقول لكم أستودعكم الرحمن الذي أحبكم فيه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في فيديو جديد ووصفة جديدة، دائما مع وصفة سهلة وسريعة واقتصادية مع آلاء لجين. سلام.